حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده كنت بجيب شويه حاجات كده من بره. تعالوا اقول لكم عليها. عايزه اقول لكم المشمش طعمه تحفه. بجيبه الكيلو ب15 جنيه، رخص الحمد لله كتير عن الاول. الخيار الكيلو ب10، وكمان في ناس بتبيعه ب6 ونص. انا جبت ربع كيلو بس من جنب البيت عندي لحد ان شاء الله ما اروح السوق. هنا بقى كنت جايبه خلي السايب، وانا من عشاق الخلي السايب. بقول لكم ان انا بحب الخل السايب ده قوي قوي، بحس ان هو مركز كده وحلو، وبعمل بيه كل حاجه، وبغسل بيه الاكل وبعمل بيه الاكل. عايزه اقول لكم فعلا بيبقى تحفه. هنا مش عارفه التصوير ماله جيب الطول معايا ليه كده، بس المهم برضو هي ان شاء الله هيتعدل في اخر الفيديو. عايزه اقول لكم هنا بقى اكله كان بقالي كتير ما عملتهاش، وهي الكوسه. عايزه اقول لكم فعلا بقالي كتير جدا جدا ما عملتهاش، قلت النهارده والله لا انا عاملاها. هبت في دماغي كده، قلت والله لا انا قايمه عاملاها. مسكت الكوسه، معلقه سمنه، قرن الفلفل الحلو اللي بيخلي الاكل بتاعك تحفه، وكمان بصلتين، ورحت مشوحاهم الاول قبل اي حاجه. وهنا خرطت فص توم واحد بس ونزلت عليه. عايزه انت تحطي فص اتنين تلاته حطي، بس يستحسن تخليه واحد بس ياخد الطعم. وهنا بقى عصرت الطماطم ونزلت عليها ني في ني كده. مش قادره اقول لك بقى طعمها طلع تحفه ومن الاخر ازاي. والله العظيم عايزه اقول لكم بقالي كتير جدا. وهنا بقى كان عندي كوبايه شوربه لحمه من اللي كنت عيناها من الفريزر، نزلت عليها كمان عكوسة. تمام. بصوا بقى مش قادرة اقول لكم، انسوا انسوا انسوا، الريحة كانت مالية الشقة. هنا بقى دي طاسة حطيت فيها كده ندعة زيت عشان هشوي فيها فيليه. بحط ندعة زيت بس كده او ندعتين عشان الفيليه ما يلزقش. هنا بقى كنت متبلة الفيليه من امبارح، ونزلت اهو باول حتة، وهنزل بالتانية والتالتة، وهبدأ اعملهم ايه على النار. هنا بقول لكم ان انا بعد ما بحط الفيليه واقلبه بس بروح موطيه عليه النار قوي عشان ينزل منه الميه دي وتخليها تستوي. وهنا بقى عبال ما الفيليه يتعمل كنت هعمل شويه سلطه. خلاص الفيليه اتعمل الحمد لله زي ما انتوا شفتوا، وكمان السلطه. وعايزه اقول لكم بقى شويه الكوسه دول مسحوا الطبيقه، والله العظيم ثلاثه مسحوا الطبيقه. فعلا بقالي كتير ما عملتهاش، بقالي كتير جدا، وكانت طعمها تحفه. وهنا بقى كنت خلاص كان الحمد لله، ودخلت على المطبخ عشان اعمل احلى كوبايه شاي بالنعناع. عايزه اقول لكم طول ما النعناع الاخضر ده في السوق انا ما بشيلوش من البيت وما ببطلش اجيبه. ما تنسيش تحطي لي اشتراك حلو ولايك جميل، واشوفك الفيديو الجاي على خير.